اهلا وسهلا خوتي خواتاتي، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم. الاقتراح ديال اليوم غنقترح عليكم هكا العدس بالقديده البنات اللي كيجي زوين بزاف، كيجي رائع. انا درت هنايا القديد ودرت واحد الكرداسه. هنايا خويت عليه، ضربت لهم غسله مزيان وفزرتهم هكا في الماء باش ما تبقاش فيهم ديك الكميه ديال الملحه بزاف. هنايا دزت خديت الكوكوط اولا الطنجره ديال الضغط، خديت فيها جوج ديال الحبات ديال البصله، هاد البصله الخضاريه، وخديت 3 ديال الفصوص ديال الثومه محكوكين. البصله قطعتها هكا شنانف اولا شرائح، والثومه حكيتها، وخديت هنايا 3 ديال الحبات ديال المطيشه حتى هما نقيتهم، خليتهم بالزريعه ديالهم وقطعتهم مربعات. هنايا درت كلشي في الكوكوط، غيتقلى ليا هاد البصله ومطيشه والثومه باش كتعطي ديك المذاق زوين بزاف في القديد. هنايا زدت داك الكرداس والقديد ديالي، غادا نقليه هكا شويه، وغادا نزيد هنايا العطريه. عندي هنايا القزبور حبوب وسكينجبير والخرقوم، شويه الكمون، شويه الفلفله حمراء. وبالنسبه للملح درت غير شويه البنات هكا غير باش سميت الله، حيت عندي القديد والكرداس مالح. غير داك شويه ديال الملح اللي درت راه كان كافي. هنايا غادا نزيد الماء، كان غليان، انا غليت الماء عاد زدتو هكا باش دغيا كيطيب لكم القديد ديالكم صافي. وغادا نسد عليه الطنجره، خليته نص ساعه وحليت عليه عاد باش زدت العدس. هنا العدس حتى هو نقيته وغسلته وفزقته هكا بالماء، لما دوز ديك نص ساعه يكون فزق بالماء هكا باش ما كتفسخش لينا ديك الجلده ديالو. هنايا دزت غادا نعجن الخبز. هنايا خديت الطحين ديال الزرع وزدت معاه هكا واحد شويه ديال الفينو. خديت درت هنايا الملحه، معلقه ديال السكر، معلقه ديال الخميره ديال الخبز صافي. وغادا نعجن البنات بالماء دافي. اليوم انا ما خدمتش العجانه، غادا نعجن معكم هكا بيديا باش تشوفوا راه حتى العجينه ديال اليد راه كتجي زوينه احسن من ديال العجانه بزاف كاع. هنا خديت ديك الباسينه، غادا نعجن غير في هاد الباسينه هادي، نحاولوا نخلطوه مزيان ونعركوها مزيان، وغادا نرقدوها ونخليوها حتى تخمر ويضاعف الحجم ديالها عاد باش ندوزو باش نشكلوها خبيزات اولا نقرصوها. العجينه البنات ديال الباسينه اولا ديال البانيو كتجي ساهله على العجينه ديال القصريه. البانيو كتحكموا فيه كتر، هانتوما كما كتشوفوا كتبقاو تعطيوها هكا بالبونيات حتى كتعرك لكم العجينه مزيان، وكتخليو العجينه هكا شويه مرخوفه شويه باش كيجيكم الخبز ديالكم رطب ومفشفش. وانتم غادي تشوفوا في الاخر يعني داك الخبز كيجي زوين بزاف. انا راه عجنته هكا كما كتشوفوا غير بايد وحده، وجا تبارك الله ما شاء الله الخبز مفشفاش ومهوي من الداخل. هنايا صافي كنت كملت العريكه. نتوما شوفوا العجينه كيفاش ولات، كما قلت لكم راني غير بايد وحده صافي. غادا ندهنها هكا بواحد شويه ديال الزيت من الفوق غير باش ما تلصقش ليا في المنديل صافي. وغادا نخليها يعني غنغطيها مزيان وغادا نخليها تخمر غير واحد القطيره هكا كتدهنوها صافي، ونخليوها خواتاتي تخمر. هنا راه غطيتها بهذا المنديل ودرت لها هكا واحد البطيطينيه اللي عندي رقيقه هكا ديال الخبز حتى خمرات وضاعف الحجم ديالها كما كتشوفوا. هنا غادا نقرصها البنات انا بالسميده، ما بغيتش نقرص بالزرع. هكا الخبز ملي كيكون مقرص بالسميده كيجي زوين. غادا نشكلهم انا غير خبيزات صغار، غادا ندير 6 ديال الخبزات كما كتشوفوا. صافي غندوزو من بعد ما لولبناهم وترخفوا واحد شويه، على ما كتكملوا الاخرانيه في التلوليب كيكونوا الاولانيه كتكون ترخفات. نتوما كما كتشوفوا انا غادا نقرصوهم، نحاولوا نرقوهم شويه.
انا راه رققتهم واخا هكاك جاني الخبز مهم غليظ ماشي رقيق، ولكن جا زوين. هنا القديد ديالي من بعد ما طاب غادا نزيد عليه داك العدس اللي صفيته من الماء ديالو، حيدت منه داك الماء ديالو، زدت عليه العدس، وهنايا درت واحد التقطيعه ديال القزبر والمعدنوس هكا طري صافي. وغادا نعاود نسد عليه الكوكوط نص ساعه واحده اخرى. هنايا كان عندي واحد شويه ديال الزيت البلديه في هذا الطبسيل، زدته في هذاك باش ما نضيعوش صافي. وهنايا هانتوما خواتاتي انا بديت كنطيب في الخبز. شوفوا ما شاء الله الخبز كيفاش جا غزاله البنات، جا فن عرفتي وجا رطاب. هانتوما كما كتشوفوا هنايا راه كملت الكميه كامله اللي عندي ديال الخبز. هنايا كان طاب ليا العدس ديالي وكانت الغديوه ديالي واجده صافي. غادا نبدا نغرفها هنايا في هذا الطبسيل هذا ولا في هذا الغطار هذا. جايه البنات واحد العديسه ما شهيتكم فيها، جات غزاله ما شاء الله، جات زوينه بزاف وجات معلكه وبنينه يا البنات. داك المذاق ديال القديد جا فيها غزال. شكون اللي كيعجبها القديد بحالي؟ صافي هنايا غندوزو نقطعو هنايا خبيز. شوفوا الخبز البنات كيفاش جا هانتوما، جا ما شاء الله. هنا راه كان باقي سخون الخبز. هذه هي الغديوه ديالي البنات اليوم، اللهم اديمها علينا نعمه واحفظها من الزوال يا رب. خيركم اخواتاتي في داركم. هنا كيسالي الفيديو ديالي، كنقول لكم خليت لكم راحه الله. نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله. مع السلامه. ما تبخلوش على اختكم بواحد اللايك وواحد الكومونتير.